ضربني بوشه على ايدي يا سعاده البيت. هذه الشحات وهذه الراسيه، ولكن ربعه هذه دفعه الرجل من احمد محسن، وهذه الراسيه بروح قتاليه عاليه من محمد. هذا الاستلام من بيرسيتاو. بيرسيتاو في مواجهه طبعا كلها من طوقه، وكمان المدافع خالد صبحي. وادي السقوط، وادي الدفاع
الحكم الاجنبي جاي يحكم ماتش وسلام عليكم، ما بيهموش ضغط اعلامي، السوشيال ميديا بتاعتك ما بيتابعهاش ولا هيهمه الكلام ده، ولا حتى هم هيضغطوا عليه ولا هيعملوا عليه اي كلام من ده. ليه؟ لانه حتى ما يعرفوش اسمه، لا جمهور ولا اداره، ولا هيهمه اتحاد ولا هيهمه اداره. هو له كارير، الاجنبي له كارير. ما ينفعش اقول، ما ينفعش يبقى انا في الكارير بتاعي نقطه سوداء. ما فيش حاجه اسمها اهلي وزمالك، ما يعرفش الوان، عنده عمى الوان. يعني عنده عمى الوان، يعني لا يعرف فانيلا بيضاء لا يعرف فانيلا حمراء. الفانيلات كلها هو جاي لا يعرف ده زمالك ولا ده اهلي وده لازم يتحكم له ولا ده ولا الكلام ده، ما بيفرقش معاه. هل اللعيبه ممكن تجري عليه تقول له لا ازاي ما تحكم لناش ضربه جزاء، ويخاف اصل اللاعب ده له اسم وبتاع ومش عارف ايه، ولا الاداره دي ولا الكابتن فلان ولا الكابتن فلان رئيس نادي كذا، ولا لا، ولا يهمه ولا يعرف اصلا الناس دي مين. هما بالنسبه له كلهم اشخاص، كلهم سواسيه واحد. وما يعرفش ان ده نجم وده مش نجم، او ده فريق كبير وده فريق صغير، او ده مش عارف مين وده مين، او ده له جمهور كبير وده لا ملهوش. ما لا، هو ما يعرفش ده كله. فبالنسبه له هو جاي، حتى لو عارف بيبان من المدرجات ان في جمهور كبير قوي، مثلا الفانيلا الحمراء واضح، والفانيلا الزرقاء ملهاش جمهور كبير واضح، ماشي، ده جمهوره كبير رغم ان الماتش على ملعب بيراميدز، تمام. انما الحكم ايا كان هو مش هيهمه ده كله، حتى لو عارف ان ده مين وعارف ده، هو مش هيهمه، هو مش هيتعامل عليه ضغط، ما بيعرفوش يعملوا عليه ضغط. فرقه بيراميدز ايه ده؟ ده نجوم عالم دول ولا ايه؟ حريفه قوي الفريق، من اول المدافع علي جبر لحد اخر مهاجم كلهم بيعرفوا يمرقصوا. وده قلته قبل كده، الفريق بيتضغط، مضغوط عند خط الكورنر، عند خط الاوت، خط المرمى، ما بيشلتش، ما بيشطوحش الكوره، ما بيطفش، بيباصي نقله ونقله نقله ونقله في مساحات ضيقه جدا. ايه ده؟ ده الفريق الوحيد في مصر اللي اشوفه يضغط على دفاعه ويعرف يطلع بالكوره. انا قلت قبل كده ان اي فرقه عايز تكسب، اهلي او زمالك، او تضغط على الدفاع. الزمالك عنده لاعب بيعرف يطلع كوره، الونش، يعني لو اتضغط ومعاه الكوره ممكن يمرقص، ممكن يجري بيها شويه في الفاضي، يجري بيها شويه في يعني ايه، بجري سليم. دفاع الاهلي ظهر في ماتش الوداد اول ما انضغط، مش عارف بيطفش عمال، مش الكره ما راحتش لنص الملعب، مش عارفين يطلعوا الكره لنص الملعب. الدفاع اتضغط ليه؟ لانه اولا دفاع ما عندهمش مهارات، دفاع ما بيعرفش، مش عارف ينقل الكره من بين اقدام اللاعبين الخصم، تمام، زي ما شفنا في بيراميدز بيعملها، مش عارف يطلع بالكوره، تمام. هو دفاع بيلعب مرتاح، اتعود انه يلعب تحت راحه مش تحت ضغط. ده غير ان هم ما فيهمش لعيبه تعرف تنقل كوره تحت ضغط، تعرف تمرقص. اللعيبه بتعمل فنتات طول الماتش، اللعيبه بتلعب، بيراميدز بيلعب كأن ناس كبيره، شباب بيلعبوا اطفال. ايه ده؟ ازاي الكلام ده؟ حرفيا بينقلوا كأنهم ايه ده، بحاجه استهتار قوي، مش استهتار، بثقه عاليه جدا، هي اسمها ثقه يعني. والبساط واللمسات والفنتات والجري وي اول مره اشوف عبد الله السعيد بياخد الكره وبيجري بيعمل بيها سبرنت وبيتعمل عليه فاول. عبد الله السعيد اللي انا كنت اعتقد ان هو حالا زمانه ايه بعكازات وان هو ما يبطل بقى، ده طلع نجم. هو الفرقه دي جت اتعملت ازاي؟ والفرقه دي ما كانتش بتاخد بطولات ليه؟ ده تقريبا المدير الفني السابق ليهم كان قافل عليهم، كان مش مبينهم. الفرقه دي قويه جدا. فرقه بيراميدز دي من اول المدافع ده كلهم يلعبوا في منتخب، ده كلهم. ده علي جبر ازاي ده ما بيلعبش في منتخب؟ ده مدافع ولا كلمه، مش فاهم. هو اصلا كان بيلعب في 2018 ومجرد راح بيراميدز خلاص هو لازم يكون من الاهلي والزمالك المنتخب. فين علي جبر ده حاجه جامده قوي. واللاعب اللي جنبيه، المدافع اللي جنبيه برضه حاجه جامده قوي. الباكات بتوع بيراميدز حاجه قويه جدا. ايه ده؟ الديفندر بتاعهم اللي هو الافريقي، ايه ده؟ اللعيبه دي، اللعيبه دي قويه جدا. اللعيبه بتعمل فنتات على الاهلي، بيباصوا هات وخد من ما بين ارجل لعيبه الاهلي، يعني مش من الكوبري، يعني من اللعيبه واقفه ودول بيباصوا في وسطهم كده في مساحات ضيقه عادي جدا. الموضوع سهل سلس كانهم متعودين عليه. ايه ده؟
ايه ده؟ ايه السيرك اللي بيتنصب ده؟ واللعب سهل، ما بيتعملش عليهم خطوره، ما شفناش يعني، ما فيش خطوره. يلا ايه ده لا ده بيراميدز مقلق، مش مقلق ولا حاجه، لعب عادي جدا، ما فيش خطوره على مرماهم. كره واحده اتشاطت مباشره بين الثلاث خشبات، كره واحده اللي الحارس صدها، كره واحده اتشاطت بين الثلاث خشبات مباشره، يعني من جوه المنطقه بين الثلاث خشبات حارس صدها. مفيش ولا كوره مفيش ولا كوره راحه بين الثلاث خشبات، ولا كوره بين الثلاث خشبات بتاعه بيراميدز، مفيش. ايه بيراميدز كان لا حاجه قويه، حاجه فعلا فريق. انا اعتقد ان بيراميدز لو بيلعب ماتشاته الجايه بالشكل ده خلاص خد الدوري. اصل هو بينه وبين الزمالك 4 بونت، والزمالك متهيألي يعني اكيد هيقع في ماتش تعادل بتاع، ممكن والله اعلم، بس هو مجرد انه يكسب الزمالك متهيألي يعني ويكمل بالمستوى ده خلاص الدوري بتاعه. بس اللعيبه تكمل بالمستوى ده، ايه فرقه جامده، فرقه عاليه قوي فعلا، فرقه هايله، لعيبه ما شاء الله من اعلى مستوى، مفيش حد جاله فرصه وضاعت منه هباء يعني. مفيش، اللعيبه فعلا بتلعب لعب مظبوط قوي. شفيقة شند شمال شافهم شمعون شربنطح ابن شفيقة شند شمال، وبنسأل صالح فالح قال بصراحة انا معرفهم.